إلى القاهرة معك محمد، نطلع أيضا على آخر المواقف، وأيضا إن كان هناك أي معلومات في ظل استمرار تداول معلومات عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما عقد قمة بين الرئيس السيسي ونتنياهو. بخصوص هذه القمة، أولا لا تأكيد ولا نفي من القاهرة بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن خلال هذا الشهر، وخصوصا لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الحديث عن هذه الزيارة رغم عدم التأكيد أو النفي من قبل القاهرة، هناك مصادر مقربة تحدثت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، خصوصا وأن هذه الدعوة تأتي بعد فترة من التوترات السياسية والأمنية شهدتها العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين. نتحدث عن تصريحات إسرائيلية تتهم مصر خلال هذه الفترة بغلق معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات، كذلك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بفتح معبر رفح ومن جانب واحد وتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، وهذا الأمر الذي رفضته مصر صراحة، وقالت إن مصر لن تكون، وتحديدا معبر رفح، لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ورفضت هذا الملف. احتلال محور فيلادلفيا أيضا هو من الأسباب التي زادت من توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذه الزيارة حتى تتم من المفترض أن يسبقها خطوات لتدليل بعض هذه التوترات وتدليل بعض هذه الملفات التي من المفترض أن تكون مطروحة على طاولة النقاش إذا تم هذا اللقاء. أيضا القاهرة من جانبها تقوم أيضا بالضغط على المجتمع الدولي، أو تدعو المجتمع الدولي للإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية التي من شأنها كما ترى القاهرة أن تساهم في بداية تنفيذ المرحلة الثانية، وكذلك دخول المساعدات بشكل مكثف، بدء عودة الاستقرار إلى قطاع غزة، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها. وهذا أهم ما تسعى إليه القاهرة في هذه المرحلة حتى يتم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا جزيلا لكم. من القاهرة الصحفي محمد محي الدين من